تصريحات المدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي بعد تعادل المغرب ومالي 1-1 في كان 2025. وماذا قال عن السلسلة القياسية التي توقفت؟ ما حدث في المباراة هو أن المنتخب المغربي تعادل مع المنتخب المالي في دور المجموعات من كأس أفريقيا 2025، مما أنهى سلسلة الانتصارات المغرب المتواصلة. الركراكي وصف هذه النتيجة بأنها نتيجة غير مثالية لكنها مفيدة للفريق في المستقبل، مؤكدا أن هذا التعادل سيكون درسا مهما قبل الأدوار الحاسمة. وقال أيضا: كان من الأفضل أن تتوقف السلسلة هنا. وقال أيضا: أفضل أن يحصل هذا الآن وليس في الأدوار الإقصائية. كان المغرب يملك سلسلة كبيرة من الانتصارات قبل هذا التعادل، ويعتقد المدرب أن هذا التوقف سيدفع اللاعبين للعمل أكثر وتحسين الأداء الجماعي. في هذا المؤتمر الصحفي ركز الركراكي على نقاط مهمة. المباراة كانت صعبة ومنافس قوي، الفريق خلق فرص لكنه لم يحسمها، وأشار إلى أن هذا النوع من المباريات سيخدم الفريق في المستقبل القريب. رغم التعادل أكد الركراكي أن الهدف يبقى بقاء المجموعة في المركز الأول حتى يدخل الأدوار الإقصائية بثقة. المباراة القادمة أمام زامبيا ستكون حاسمة، ويأمل المنتخب أن يستعد توازنه ويحقق الفوز. صراحة التعادل أوقف سلسلة الانتصارات، لكن الركراكي يعتبره تحفيز للاعبين وتحسين قبل المرحلة القادمة. الفريق لا يزال في الصدارة والطموح أكبر هو مواصلة التقدم في الكان. اكتب لنا رأيك في التعليقات، هل توافق رأيك مع هذا الركراكي بأن هذا التعادل مفيد؟ ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد عن الرياضة وأخبار المغرب.